تخيل إنك في رحلة بحرية والدنيا هادية والمية رايقة، وفجأة البحر بيتحرك قدامك وموجة ضخمة بتطلع، ووراها بيظهر أكبر كائن على كوكب الأرض، الحوت الأزرق. تخيل كائن وزنه ممكن يوصل ل 180 طن وطوله أكتر من 30 متر، يعني تقريبا أطول من مبنى مكون من 10 أدوار. وقبل ما تلحق تفكر بتلاقي بقه بيتفتح، وفي لحظة واحدة تتسحب جوه معدته. أول إحساس هيجيلك هو الضلمة، ضلمة سودة تماما، كأنك داخل كهف ملوش نهاية، ريحة سمك متحلل ومية مالحة وصوت نبضات ضخمة حواليك. جسمك مش هيتكسر لأن الحوت مش بيعض زي القروش، بس الضغط جوه جسمه رهيب. الحوت الأزرق بيبلع أطنان مية كل مرة، فأنت دلوقتي وسط أطنان من المية والهواء، والمعدة بتتحرك حواليك، وفي ثواني جسمك هيتزق ناحية معدته الأولى. الحوت الأزرق ما عندوش معدة واحدة، عنده 4، كل واحدة ليها وظيفة مختلفة. أول معدة بتهضم الأكل جزئيا، والتانية بتكمل الهضم بالأحماض القوية، والتالتة والرابعة بتفكك البروتين والدهون بالكامل. ودلوقتي جسمك داخل أول مرحلة من الجحيم الحقيقي. الريحة جوه لا تحتمل، خليط من أكل متحلل وأحماض وغازات. الجلد هيبدأ يتحلل خلال دقايق بسبب الأحماض دي، والحرارة جوه المعدة ممكن توصل لأكتر من 37 درجة مئوية. المكان مظلم جدا، كل اللي حواليك أصوات غريبة، نبضات، صوت معدة بتتحرك. الأحماض دي هتبدأ تهاجم الجلد والملابس، وكل ثانية جوه هتبقى جحيم كيميائي. حتى لو عندك بدلة غطس، الحرارة والغازات هتخليك تتخنق خلال دقيقة واحدة تقريبا، وملهاش نهاية سعيدة. مفيش طريق للخروج لأن المريء ضيق جدا ومفيش هوا كفاية تعيش عليه. ولكن في استثناء واحد، حصلت حالة حقيقية سنة 2021 لغواص اسمه ميشيل باكارد في أمريكا. اتبلع فعلا من حوت ضخم لمدة 30 ثانية، وبعدها الحوت رماه بره تاني. العلماء بيقولوا إن الحوت الأزرق مش مفترس للبشر، هو بيبلع كائنات صغيرة جدا، وجسم الإنسان كبير على المريء بتاعه، فغالبا مش هيقدر يبلعك للآخر. بس ده مش معناه إنك آمن، لأن الضغط والظلام ونقص الأكسجين كفاية ينهوا حياتك في دقايق قليلة. يعني فرصتك إنك تطلع ممكن تكون 1 في المليون، بس لو حصلت صدقني هتبقى عندك حكاية محدش هيصدقها أبدا. والسؤال هو، هل كنت هتقدر تفضل هادي لو الحوت فعلا بلعك؟ متنسوش تشتركوا في القناة.